سعيد صالح اتحبس في قضايا مخدرات كذا مرة، ورغم ان في فنانين غيره معروف ان هم بيتناولوا المخدرات لكن ما اتحبسوش. لكن اشمعنى سعيد صالح؟ السبب مش المخدرات، السبب هو نكتة قالها في مسرحية لعبة اسمها الفلوس في أواخر 81، يعني بداية عهد مبارك. والنكتة ما كانتش مكتوبة في النص، واترجمت على إنها إساءة للرئيس مبارك والسادات وعبد الناصر. والنكتة كانت بتقول: أمي اتجوزت 3، الأولاني أكلنا المش، والتاني علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش. الأولاني أكلنا المش كان مقصود بيه عبد الناصر، اللي الاقتصاد في عهده وقع وحصلت النكسة والناس مستوى معيشتها انخفض. والتاني علمنا الغش كان بيقصد به السادات وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانتشار الرشاوى والفساد المالي. والتالت لا بيهش ولا بينش كان بيقصد بيه مبارك، اللي كان لسه في أول عهده وكان مش بيلبي مطالب الشعب في حاجات كتير، لأنها كانت على حسب ما بيقول فوق مستوى الظروف. اتقبض على سعيد واتحكم عليه بالحبس 6 شهور مع التغريم 100 جنيه، وأسقطت حقه في الرد. وطبعا كانت القضية هي السخرية من الرؤساء والخروج عن النص وغيره. طبعا بعدها أثارت القضية ضجة كبيرة في الصحف وفي الإعلام، وإن ده كده مؤشر لعهد ديكتاتوري ضد الحريات. وبسبب ضغط الرأي العام تنحى القاضي، وأصدر القاضي اللي بعده قرار بالإفراج عن سعيد صالح وبضمان مالي قيمته 100 جنيه. بعدها بفترة مش كبيرة اتسجن بتهمة تعاطي المخدرات وخرج، وبعد ما خرج اتسجن تاني سنة 96 بنفس التهم. وفي سنة 99 بعد ما خرج على طول من السجن حضر مؤتمر للرئيس مبارك، قام فيها في نص المؤتمر واقتحم مكانة الرئيس يعني، واحتضن الرئيس مبارك. لما قامت ثورة يناير كان سعيد صالح بيعمل عمرة، وعمل مداخلة في برنامج فاصل على الهواء مع الإعلامية ريهام سعيد، أشاد فيها بثورة 25 يناير، وقال إنها ثورة جريئة وقوية وأفضل ثورة حصلت في مصر، لأن الشباب صغير السن هو اللي كان بيقود حركة التغيير. وبتقول هند بنته إنه أول ما رجع مصر بعد الثورة كان بيبكي بقوة، لأنه ما قدرش يشارك في المظاهرات، لأنه ما كانش قادر يرجع وقت المظاهرات.